بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من الأمور التي تنشط في شهر رمضان هي هذه الألعاب التي تكون مكدسة في غير رمضان، فإذا جاء رمضان أزالوا عنها الغبار: البطة والكيرم إلى غير ذلك. وكأن شهر رمضان شهر هذه الألعاب، تكون مكدسة في البيت، فإذا جاء شهر رمضان أخرجوا هذه الألعاب. إذا جاء شهر رمضان أخرجوا هذه الألعاب. ونحن الآن لسنا بسياق ذكر الحكم الشرعي في هذه الألعاب، ولكن المهم ألا يضيع المسلم أوقاته خاصة في رمضان بمثل هذه الألعاب. شهر رمضان الشهر الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان شهر القرآن، لا شهر هذه الألعاب. ما أن تكاد تمر بطريق حتى تجد هذه الألعاب، وكانت منتشرة في الرمضانات السابقة. وأما الآن مع انتشار النت والواتس وهذه الأمور المعاصرة قلت، فأصبح الناس يضيعون أوقاتهم بهذه الأمور التي لا تعود عليهم بالنفع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اغتنم 5 قبل 5. اغتنم 5 قبل 5. حياتك قبل موتك. اغتنم الحياة قبل أن تموت، فإذا حضر الموت فانتهى الأمر. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يريد أن يعمل الصالحات، فيكون الجواب: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب إلى آخر الآيات. فحافظ على الوقت، حافظ على الحياة، اجتهد في طاعة الله خاصة في هذا الشهر. اغتنم 5 قبل 5. حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك. معاشر الشباب، من يجد في نفسه قوة اجتهد في طاعة الله وفي عبادة الله عز وجل، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تهرم وقبل أن لا تستطيع ذلك. فاستغل الوقت وصحتك قبل مرضك. استغل وقت الصحة في الاجتهاد في العبادة قبل أن يأتي وقت المرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول:
إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذه بشرى لمن كان يجتهد وقت الصحة ووقت الحضر في عبادة الله وفي النوافل وفي قراءة القرآن، فإذا مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. انظروا إلى هذا الفضل من ربنا سبحانه وتعالى. وغناك قبل فقرك، هذا الأمر الرابع، وغناك قبل فقرك، لأنه في وقت الفقر قد تنشغل ولا تستطيع أن تنفق، لكن استغل وقت الغنى في الطاعة والعبادة والإنفاق. ثم قال وفراغك قبل شغلك، استغل الفراغ، استغل الفراغ. لعل في رمضان يكون عندك الفراغ أكثر، لا توجد أعمال، لا توجد دراسة، فاستغل هذا الوقت، وقت الفراغ. لا تضيع هذا الوقت بالألعاب والملهيات، بل استغل وقت الفراغ في طاعة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمة عظيمة أنك تكون متفرغ، هذه نعمة عظيمة، ولكن لا يعرف قدرها إلا من وفقه الله. نعمة الفراغ لا يعلم هذه النعمة وقدرها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. الإنسان يدخل عليه الفتور وتأتيه الغفلة، ولكن لا تكن الغفلة والفتور في وقت الغنائم، وهذا الشهر غنيمة، فلا تغفل ولا تكن فاترا في وقت الغنيمة، في وقت الغنيمة. وهذا الشهر غنيمة، هذا الشهر غنيمة، فاجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا تضيع أوقاتك بهذه الألعاب التي لا تخرج ولا تظهر إلا في رمضان، وكأن هذا الشهر شهر للألعاب. فعلينا أن ننتبه وأن نحرص على الأوقات وأن نغتنم هذه الفرص. فالله أعلم هل يأتي شهر رمضان المقبل ونحن على هذه الحياة أو أننا في حياة البرزخ، الله أعلم بذلك. فعلينا أن نجتهد وأن نحرص على أوقاتنا، فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.